تنظيم الوقت بيبقى مهم جدا عشان ما اخسرش مكان فيهم او اخسر علاقاتي. بيحتاج مني ان انا ابقى مش مستعجل شويه على شغل. بدي كل شغل حقه مش بس اربع. بروح مكان ببقى موفق مواعيده، ببقى عارف المطلوب مني بعمله. في اماكن ثابته بتبقى مواعيدها ثابته ما بيعرفش اغيرها، لازم اغير اللي جاي مش هغير الثابت. فببقى موظف كل حاجه في مكانها وموظف كل شغل في حتته يعني. طيب ازاي حضرتك بتتمرن، وهل في اكلات معينه اثناء التمرين؟ هو الاكل المعين بروتين. بالنسبه للاجسام جسم بيختلف عن جسم، في جسم عايز يخس شويه، في جسم عايز يزيد شويه. بالنسبه للاكلات بتبقى مختلفه من حيث نوعيه الجسم. اما نوعيه جسم انا فبتحتاج لشغل بروتين، لتمرين ما بنقطعش، لان انا جسمي بحب احافظ على فورمتي. بحب احافظ على نوعيه الاكل الصحي، ما بعرفش اخربط. فبعزل كل ده عن شغلي في سبيل ان انا احافظ على جسمي واحافظ على صحتي في المقام الاول يعني. ازاي حضرتك بتفرق ما بين الشغل وما بين حياتك الشخصيه؟ هو الصح اللي